هو احنا ممكن من المنظر اللي احنا بنلعب بيه ده نقدر ان احنا نحقق بطولات الموسم ده؟ اشك بصراحه. في البدايه طبعا مبروك التاهل لدور ربع النهائي، لسه طبعا ما تحددش سواء تصعد اول او هتصعد تاني. طبعا مباراه الجيش الملكي المغربي هي اللي هتحدد موضوع الصعود اول او تاني. انت عندك مباراه في القاهره مع الجيش الملكي المغربي، كسبت اتعادلت فانت كده كده صاعد اول. اي نتيجه غير المكسب او التعادل فانت هتصعد تاني. ولكن هو ادائنا وشكلنا في الملعب ونتائجنا في الفترة الأخيرة، هل اتأهلنا إن إحنا فعلا ناخد بطولات الموسم ده وإن إحنا نقدر نعمل حاجة في الموسم ده؟ خصوصا إن أنت أصلا ما عندكش غير بطولتين بس لسه مشارك فيهم لحد دلوقتي، وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري. شكلنا في الملعب ما يقولش إن إحنا نقدر نعمل ده، لأن إحنا عندنا عقم كروي بمعنى الكلمة. أنت ما بتقدمش أي حاجة في الملعب. أنت لا عارف تدافع ولا عارف تهاجم ولا عارف تطلع بالكورة ولا عارف تضغط. فأنت شكلك في الملعب مزري بصراحة، كل ما تحمله الكلمة من معنى. ملناش شكل، ملناش أي حاجة بنلعب بيها. يمكن أنا طرق كنت متفائل بيه خير في البداية مع النادي الأهلي، ولكن مع مرور الوقت وضغط المباريات ظهر حاجة تانية خالص من الراجل عكس اللي احنا شفناها في البداية. يمكن في بداية الراجل مع النادي الأهلي أنا كنت بشوفه حتى في الدوري بيضغط عالي وبيلعب جيم مفتوح وبتاع وبيهاجم وبيخلق فرص وكل الكلام ده. حتى كانت اللعيبة في حالتها واللعيبة في مستواها، سواء بن شرقي بن رمضان طبعا من كده كده بعيد من وقت كأس العالم، معرفش ايه اللي حصل له. ولكن انت كان اعتمادك على بن شرقي، كنت بتخلق من بن شرقي لاعب شرس جدا. كان بيقدر يخلق لك فرص كتير جدا ويخلق لك جبهة يمنى ملهاش حل. دلوقتي انت بن شرقي فين؟ مش موجود. طيب حاجة تانية بخصوص إصابة تريزيجيه، عشان الموضوع ده عايز اتكلم فيه في البدايه. هو احنا ما تعلمناش من موضوع زيزو؟ يعني انت الماتش اللي فات بتاع البنك انت خسرت زيزو وخسرته وانت عارف وكل مصر عارفين ان احنا هنخسر زيزو في المباراه دي، لان يعني الراجل كان عنده اجهاد وانت شاركته في المباراه، وهو اصلا عندنا ضغط مباريات وسفر وقصه طويله كده لسه مش عارفين اخرتها ايه. فانت تروح مشاركه في المباراه فاللاعب يعمل سبرنت فيروح متصاب ويروح خارج بإصابة في الخلفية. طيب احنا هل نتعلم بقى من القصة دي ان اللاعب يكون عنده اجهاد وان احنا مش نشاركه في المباراة بحيث ان هو ما يتصابش وبحيث ان انا ما اخسرش اللاعب، اخسره في مباراة زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، بدل ما اخسره شهر شهرين لسه ما نعرفش مدى يعني حجم الاصابه قد ايه بالظبط؟ لا، رحت مكرر نفس القصه في تريزيجيه. تريزيجيه طبعا نفس الخلفيه برضو، الراجل بيعمل سبرنت عشان الراجل عنده اجهاد، الراجل على طول اوتوماتيك اتصاب في الخلفيه. هو انا ما بتعلمش من غلطي ليه؟ يعني انا غلطت في موضوع زيزو وخسرت اللاعب، اقوم خسران كمان تريزيجيه؟ هو انا ناقص؟ يعني انا ناقص؟ يعني عندي امام عاشور موقوف، عندي زيزو اتصاب، عندي تريزيجيه اتصاب. انت متخيل ان انت ونجاتك في المباريات اللي فاتت مين ولا مش متخيل؟ انت ونجاتك في المباريات الجايه بن شرقي، طاهر، حسين الشحات، دي ونجات النادي الاهلي في المباريات القادمه ان شاء الله. فالموضوع صعب بصراحه، وتربة عنده قناعات كده وعنده عند غير طبيعي، وعند كولر لو تفتكر هو كان سبب مشيانه من النادي الاهلي، واعتقد عند طرق برضه هيبقى سبب مشيانه من النادي الاهلي. احنا عملنا كام صفقه يا جدعان في يناير؟ انت عامل 5 صفقات صح كده؟ جبت بالعمري، جبت كامويش، جبت احمد عيد، جبت الجزار، جبت هادي رياض. بتشوف كام واحد منهم في الملعب؟ انت عامل صفقات في يناير، تمام؟ صفقات يناير طبعا كده كده الموسم شغال واللعيبه كلها جاهزه واللعيبه كلها بتلعب. انت بتشوف كام واحد في الملعب من الصفقات اللي الاهلي جابها؟ لعيب واحد بس، مروان عثمان. انت متخيل؟ مروان عثمان بس اللي في الملعب من كام صفقة؟ قلنا 6. مروان عثمان 6 صفقات. أنا عندي مشاكل أصلا دفاعية. ما شفتش الجزار ليه؟ ما شفتش هادي رياض ليه؟ هادي رياض أصلا ما سافرش مع الفرقة. ممكن أقول مثلا ما اتقيدش، طب ما كده أكيد اتقيد. طب هل مش جاهز؟ طب ما كان بيلعب مع بتروجيت. طب الجزار لما يجي كان عنده إصابة، طب ما هو خف من بدري، ما دخلش مع الفرقة ليه؟ ده أنت حتى كان الراجل معاك دكة لما ياسر اتصاب منك، أنت نزلت بيكهام، وفي المباراة اللي فاتت اعتمدت على بيكهام، وياسر لما رجع من الاصابه اعتمدت عليه في مباراه الشبيبه. فمعنى كده ان انت مش مقتنع اصلا بولا صفقه النادي جابها. يعني راي الكابتن وائل جمعه قال له امبارح في الاستوديو التحليلي، بقول له انا عايزك انت لو الصفقات دي جايه غصب عنك او انت مش مقتنع بيها وما خدوش رايك فيها، اطلع افتح الاداره وقول انا ما اعرفش حاجه عن الصفقات دي وان انا اصلا مش مقتنع بالصفقات اللي جت النادي الاهلي. انما مش طبيعي ان انا كل مباراه اشوف بالعمري بره القايمه. يعني انت مصفره معاك ليه لما انت هتطلعه بره السكواد بتاع المباراه؟ الراجل سافر معاك ليه؟ ده لعيب اجنبي.
انا مش عارف استفيد منه ازاي، وانا عندي اصلا مشكله في الجبهه دي، وانا عندي المدرب اللي يقتنع بطاهر ويقتنع بكوكا. انا معلش مدرب حمار من الاخر يعني. ما هو معلش يا جدعان، دي مش لعيبه حد يقتنع بيها. كوكا ده اكتر هجمات شبيبه القبائل كانت من جبهه كوكا. فين بقى التعليمات اللي كوكا بينفذها في الملعب اللي انت بتطلبها منه؟ عشان كده بيلعب اساسي على شكري وبيلعب اساسي على بالعمري. ده انت حتى يوم ما نزلت بديل لكوكا وقلبتها خمسه في الدقيقه 65 عشان انت مدرب جبان، نزلت كريم فؤاد مكان كوكا. وبالمناسبه كريم فؤاد قدم اداء احسن من كوكا 100 مره. يعني انا كوكا ده ما اقتنعش بيه اصلا حتى يلعب خماسي. صعب يا جدعان والله، اقسم بالله اداؤه في الملعب صعب جدا. انا ما اعرفش هو مقتنع بيه ازاي. يعني انا عايز اعرف ايه الميزه اللي في كوكا وفي طاهر الراجل ده مقتنع بيهم. فقناعات الراجل غريبه بالنسبه لي، عند الراجل غريب بالنسبه لي. انا مش عارف اخرج بالكوره. انا مش عارف اخرج بالكوره. امبارح مدرب الشبيبه وقف الكابتن بتاع الفرقه مع مروان عطيه طول ما انا معايا الكوره وبحضر من ورا، موقفه كده مان مع مروان عطيه. مفيش، قفل عنك ميه ونور، مش عارف تخرج بالكوره. هل مثلا شفنا بن شرقي بينزل مثلا لنص الملعب بيخرج الفرقه بالكوره؟ نشوف بن رمضان بينزل يخرج الفرقه بالكوره؟ نشوف تريزيجيه بينزل في نص الملعب؟ مفيش الكلام ده. هل مثلا نشوف باك من الباكات بتوعنا مثلا محمد هاني يدخل لقلب الملعب عشان خاطر نقدر ان احنا نخرج بالكوره عشان مروان عطيه مقفول عليه، يبدا ان هو يسحب المان بتاعه ويطلع بيه لقدام ويفضي من المساحه اللي في قلب الملعب بحيث ان ينزل لاعب مكانه ويقدر ان هو يطلع بالكوره؟ لا، ما حصلش كده. شوف المباراه تاني، شوف ملخص المباراه، شوف الاهلي بيطلع بالكوره ازاي. انت كل خروجك على بالكوره من على الاطراف، لان العمق الراجل قافلهولك بلاعب. ما وقف لك واحد مع مروان عطيه ملازمه. مروان عطيه اي مكان بيتحرك فيه الراجل معاه. مروان عطيه ما استلمش كوره في خروجنا بالكوره نهائي. وشوف الملخص تاني، مفيش. ايه البلان بي بتاعتك؟ ايه الخطه البديله اللي انت المفروض ان انت تعملها لما انت شفت الراجل قافل عليك كده؟ ما عملتش حاجه. ما صنعناش اصلا فرص، ما صنعنا، مش صنعنا خطوره، ما عملناش اي حاجه في المباراه. بقول لك وضعنا كان صعب، صعب جدا. انت مستقبل 20 محاولة. انت متخيل الرقم؟ احنا كويس ان احنا طلعنا بالنتيجة دي. احمد ربنا ان احنا طلعنا بنتيجة 0-0. انا الماتش ده كان ممكن يطلع فضيحة يا راجل. ده لدرجة ان الشوالي مش عاجبه الوضع بتاع النادي الاهلي. بقول لك انا ما شفتش الاهلي كده، ما شفتش الاهلي كده، ما شفتش الاهلي بيلعب بالطريقة دي وبيلعب بالاسلوب ده. انت تستقبل لعب طول ال 90 دقيقة، حاجة صعبة طبعا. وكمان بتزود المبلطين وبتروح تلعب بخماسي في خط الدفاع عشان خاطر تضغط نفسك اكتر، عشان خاطر تضغط نفسك اكتر. يعني انت مثلا ما لعبتش 3-4-3، فانت تحرر لعيبتك شويه وتزق لعيبتك لقدام شويه بدل ما انت مضغوط في نص ملعبك طول المباراه. لا، ده انت نزلت واحد مدافع تاني بيكهام وقلبتها ثلاثة، ياسين وبيكهام وياسر وهاني وكريم فؤاد على الأطراف. وبتلعب بكام؟ ثلاثة في نص الملعب وبينزل معاهم كمان طاهر، وبتلعب بواحد بس مهاجم. انا ما اعرفش معانا مدرب جبان لدرجه انا مش متخيلها. انت بتلاعب اسهل فرقه في المجموعه، واظن كان واضح من ادائها في القاهره. انت كسبانها 4-1 ماتش القاهره. ان انت تظهر بالاداء ده على ملعبها عشان انت مدرب جبان ومدرب عايز تدافع طول ال 90 دقيقه، حتى مش بتفكر انت تضغط. انا ما اعرفش الراجل حاسس ان هو اتحول، طريقته اتحولت. كل اللي احنا شفناه والبوادر اللي احنا شفناها في بدايه الراجل مع النادي الاهلي كلها اختفت. ما بقتش شايف منه اي حاجه في الملعب. حتى الروتيشن اللي بيعمله مع اللعيبه مش منطقي ومش مقبول. لما انا يبقى عندي تريزيجيه عنده اجهاد والراجل فعلا عامل استشفاء في الطياره وشفنا الصوره بتاعته، ما احط الشحات يا عم، نزل طاهر، انما ما تخسرنيش اهم لاعب في الفرقه. يعني انت اللاعب اللي بيصنع معايا الفارق وبيسجل لي اهداف وبيكسبني ماتشات، انا خسرته. مين تاني في الاهلي بيسجل اهداف غير تريزيجيه يا جدعان في الفتره الاخيره؟ مفيش حد. تريزيجيه هداف الفرقه في الدوري وهداف الفرقه في دوري الابطال. الراجل لازم يغير قناعاته. لازم الاداره تقعد معاه، لازم الكابتن سيد يقعد معاه ويغير قناعات الراجل، لان قناعات الراجل كده مش هتودينا لسكه كويسه. والموسم ده ممكن يطلع موسم كارثي على النادي الاهلي بدون بطولات، بعد ما كل الناس كانت متفائله وكل الناس كانت بتقول ان احنا هنكسب الاخضر واليابس الموسم ده، بعد الصفقات طبعا اللي انت عملتها وبعد التدعيمات الكبيره اللي انت عملتها في الموسم، في بدايه الموسم. بس انت بدأت مع مدرب غلط اللي هو كان ريبيرو، وبعد كده قلبت مع الكابتن عماد النحاس، وبعد كده جبت تورب حسسني في البداية ان هو مدرب كويس وان هو مدرب يجي منه وان هو مدرب مشروع كويس وشخصيته كويسة والكاريزما بتاعته كويسة. جه بعد كده خذلنا كلنا
اغلب الجماهير ما بقتش واثقه فيه، وانا واحد منهم. انا ما بقتش واثق في الراجل، ما بقتش عندي اي ثقه فيه ان هو ممكن يقدم لي حاجه في باقي الموسم. هل مثلا نقول ده ضغط مباريات وعودة مثلا اللعيبة من التوقف الدولي، ومفيش وقت أصلا إن أنت تعمل خطط، مفيش وقت إن أنت تعمل تكتيك، مفيش وقت إن أنت تعمل حاجة، أنت يا دوب بتعمل استشفاء وبعد كده بتخش في المباراة اللي بعدها. فأنا مش عارف ألوم على مين، مش عارف أحاسب مين على الوضع اللي إحنا فيه حاليا، ولكن خلينا نشوف اللي جاي هيحصل فيه إيه. المهم حاليا إن أنت هل في الدور ربع النهائي. أشوفكم على خير. السلام عليكم.